قال ايه بقى يا جماعة، عملت شطرة وشملولة وقلت لحماتي لا هاتيلي كرشة مش متنضفة وانا انضفها. ده انا هبهرك، ده انا هعمل شوية عمايل مش اقولك عليها. هاتيلي بس الكرشة وسيبيني انا بس الطلعة دي. المهم سمعت كلامي وجابت لي الكرشة وقالت لي يا بنتي اساعدك انضفها معاكي. قلت لها لا ابدا، انا لازم انا اللي انضفها، لازم انا اجرب وانضفها. قالت لي خلاص زي ما تحبي. المهم قالت لي على شوية حاجات اعملها عشان انضف بيها. قلت لها ماشي خلاص انا هسمع الكلام. دي كده اول قطعه، دي اول ضحيه معايا، وهقول لكم انا عملت ايه دلوقتي. وبعدين دي كده قطعه تانية ناعمه شويه عنها، واحده خشنه وواحده ناعمه والباقيين ناعمين كده زي الممبار. دول هيبقوا سهلين في التنظيف، دول كده انا هقدر اسيطر عليهم. المهم همشي بقى على الخطوات اللي هي قالت لي عليها. قالت لي انت تجيبي ميه، تجيبي حله وتحطيها على النار، واول ما الميه تغلي هتنزلي فيها بمعلقه من بيكربونات الصوديوم، معلقه صغيره، ومعلقه من اسمه ايه ده، البيكنج باودر. خلاص، يبقى انا حطيت الميه تسخن وحطيت فيها البيكنج باودر وبيكربونات الصوديوم. هي قالت لي اعمل كده. المهم سمعت كلامها وحطيت الحاجات دي. هي قالت لي ايه بقى، قالت لي اول ما الميه تقدري ان انت تحطي ايدك فيها تكون مش سخنه بتغلي، تقدري تحطي ايدك فيها بالشكل ده كده، هتنزلي فيها بالكرشه. بس هي كان قصدها ان انا انزل الكرشه فيها واطلعها على طول عشان ابدا انضفها. انا بقى الحمد لله اتنصحت وقمت سايباهم في الميه كده، قلت بقى عشان ينضفوا معايا بسهوله. وقمت واخده الحاجات التانية وقلت ايه انا هروح انضفهم على ما التانيين كده يكونوا اتظبطوا من الميه السخنه. المهم سبتهم في الميه السخنه بقى وقلت نكمل دول. جيت هنا قمت فاتحاها بالشكل ده كده، لقيتها عامله زي القرطاس كده وشكلها غريب ملفوفه على نفسها كده. قلت لا مش مشكله انا هفتحها وهجرب. المهم فتحتها بالشكل ده كده. والله انا عايزه اقول لكم ان انا اول مره في حياتي امسك كرشه مش متنضفه. انا بطبخها وهي متنضفه وبشتريها بصراحه متنضفه، بس بتبقى جايه نضيفه فله ويا دوب انا بس بعيد عليها، اغسلها غسله خفيفه، اللي هو يعني التنظيف العادي بتاعنا ده. المهم ان انا عملت شطره وشملوله، قلت لها لا انا لازم اجرب وهعمل فيديو بقى وهصور والكلام ده كله. قالت لي خلاص زي ما تحبي ولو احتجتي مساعده بقولي لي. المهم اول ما فضيتها طبعا الريحه صعبه، انا ما بشوفهاش بالريحه دي، بس قلت مش مشكله انا هجمد وهنضفها وهثبت لها ان انا شاطره. ما قدرتش استحمل، قمت رايحه جايبه جلافز وقمت لابساه وبعدين مسكت الكرشه زي ما انتم شايفين كده. مسكت الكرشه زي ما انتم شايفين كده وقعدت افسخ فيها يمين وشمال واقلب فيها يمين وشمال عشان انضفها. المهم انا مش قادره امسك نفسي بصراحه على اللي انا عملته في نفسي، مش قادره امسك نفسي من الضحك. المهم مسكتها كده زي ما انتم شايفين. الحته دي كانت بصراحه سهله. بعد ما نضفتها ونجرتها كده، هي عامله زي الممبار شويه. بعد ما نضفتها ونجرتها قمت ماسكاها من الظهر كده وبدات اشيل الجزء اللي هو مش نضيف ده. اول حاجه ان احنا لازم ما نشيلوش في الاول، عشان احنا لما ننضف لو احنا نضفنا بعد ما شلنا الجلد ده، هي اللي نضفناه من قدام هيلزق فيها من ورا. دي كده التعليمات اللي انا كنت واخداها من حماتي. المهم قلت ايه لا خلاص انا هسمع الكلام، ونضفتها الاول من قدام وبعد كده بقى لما نطفت خالص قمت شايله الجلد اللي ورا زي ما انتم شايفين كده، عشان يبقى فيه كل الحاجات اللي مش نظيفه وتبقى نظيفه بالشكل ده. شايفين بقت نظيفه ازاي. المهم خلاص دي كده اول ضحيه معايا الحمد لله نطفت وتمام، وانا قلت خلاص ده انا كده مسيطره بقى وهنضفها كلها وزي الفل. انا عايزه اقول لكم ان انا يعني خدت من كل واحد معلومه وحاولت ان انا اطبقها. نضفت دي كده وقمت جايبه بقى طبق وحطيتها فيها وقلت بقى انا هنضف هدخل على القطعه اللي بعدها. جيت بقى عند القطعة اللي لونها أحمر دي، شكلها مش عارفة عاملة زي الجيب البليسيه كده، فاهم؟ اللي هي طبقات طبقات كده متنية فوق بعضها. المهم يعني قلت لا أنا هتصرف وهنضفها. فضلت أنضف فيها. هي بصراحة كانت سهلة ما كانتش متعبة، عاملة زي الممبار كده شوية، بيطلع منها سائل لزج كده اللي انتوا شايفينه اللي هو الأحمر ده. بس في الآخر نطفت. وبعد كده قمت شايلة بقى إيه الجلد اللي هو اللي مش نضيف اللي ورا ده. قمت شايلاه وقلت خلاص انا هشيل ده وكده هتبقى دي كمان نطفت، والحمد لله انا كده عديت نص الموضوع. ادي كده تاني ضحيه معايا. افضي بقى كل الحاجات دي عشان اشتغل على نظافه. جبت بقى الضحيتين اللي انا اللي انا سبتهم في الاول، وانا ما كنتش فاهمه ان انا كده غلط يعني. المهم انا حطيتهم لقيت دي مقفوله على نفسها كده برضو، قلت هفتحها كده وافردها عشان اعرف انضفها. انا طبعا الغلطه اللي انا غلطتها ان انا سبتهم في الميه السخنه. هي قالت لي ان انا احطهم واطلعهم، انا ما كنتش فاكره كده.
انا لقيت بقى ان الجلافز مش نافع ومش عارفه اتحكم فيها وانا ماسكاها بالجلافز. قلت خلاص انا هضحي واقلع الجلافز بقى وامري لله، المهم ان انا لازم اثبت لها ان انا شاطره. المهم حطيتهم بقى كده، وعايزه اقول لكم ان هو لما انا حطيتها في الميه السخنه وسبتها كتير، الحاجات اللي فيها دي بقت لازقه، مش مش راضيه تطلع، والله العظيم زي ما بقول لكم كده، والله كانت لازقه ومش راضيه تطلع. وانا فضلت بقى ايه اكحت جامد كده، وبرده مفيش، زهقتني. وبعدين وبعدين كل ما بحاول مفيش، برضه مفيش فايده، هي لازقه جامد. قعدت احاول معاها كتير لحد ما نضفتها، بس فعلا هدتني. المشكله مش في كده بس، المشكله ان هي رغم ان هي تعبتني وبهدلت الدنيا. يعني شايفين لو انتوا خدتوا بالكم من ايدي والرخامه اللي حواليا، كله اتبهدل، كله اتبهدل من حته الكرشه اللي انا بنضفها دي. ما هي بتنطور بقى في كل حته، اضطريتني ان انا اغسل المطبخ كله بسبب الحته دي، بسبب ان انا قاعده احاول انضف فيها. المهم نضفتها زي ما انتوا شايفين كده، وقلت بقى ايه ادخل على الكبيره بتاعتهم بقى. شايفين كل ما احاول اعمل فيها مفيش، قلت والله ما انا تعبه نفسي، انا هوديها لحماتي بقى، هي اللي شرط عليا بالشوره دي ان انا احطها في الميه السخنه، هوديها لها وهي تنضفها، والله زي ما بقول لكم كده. قمت واخداها ومنزلاها لها، وقلت لها معلش نضفها لي بقى عشان انا حاولت وما عرفتش. كنت شفت بقى فيديو على اليوتيوب، ومن ضمن تجارب الناس ان هم قالوا لك ايه حطيها في الفريزر وهتطلعيها هتتنضف معاك على طول. قلت خلاص انا هاخد قطعه من القطع وهجرب فيها. فاول ما جت الكرشه قمت واخداها وحطها في الفريزر. حماتي قالت لي يا بنتي بلاش، في حد بيحط كرشه في الفريزر وهي مش متنضفه؟ قلت لها هما الناس بيقولوا كده، بيقولوا ان هي بتبقى سهله وبتتنضف بسرعه وانا هجرب. قالت لي خلاص اللي انت عايزاه. المهم ان انا اخدتها وقمت حطيتها في الفريزر، هي فعلا اتنضفت. يعني انا شايفين انا بكحتها كده بايدي اهو، بايدي بضوافري اهو، انا ما عنديش ضوافر، انا بوريكم ان انا ما عنديش ضوافر. عملتها بايدي كده لقيتها بتنضف. الحته دي كانت سهله بصراحه، بس انا مش عارفه هي كانت سهله ليه. يعني هي سهله عشان انا حطيتها في الفريزر، ولا هي سهله عشان اصلا هي حته ناعمه وسهل ان هي تتنضف سواء في الفريزر او بره. بس الحته اللي قبلها كانت برضو نفس الملمس كده، اللي هي يعني مش اللي هي كانت شكل دي، وكانت في الميه السخنه، كان في حته شكل دي كده في الميه السخنه، بس زهقتني وانا بنضفها، انما دي اتنضفت بسرعه. فانا مش عارفه بصراحه، مش هقدر افتلكوا يعني. مش عارفه هي اتنضفت بسرعه عشان هي كانت في التلاجة في الفريزر، ولا عشان ايه، مش عارفه والله. المهم يعني ان انا لقيتها ان هي بتتنضف بسرعه كده، قلت خلاص ده كده زي الفل قوي. بعد ما نضفتهم وغسلتهم وطلع عيني فيهم الحمد لله يعني، دخلت نقعتهم وغسلتهم بالطحينه. انا كنت هنا نقعهم بالطحينه وبوريكم النتيجه. دي القطعه اللي انا كنت ما عرفتش اعمل فيها اي حاجه ونزلتها لحماتي، شايفين خليتها فله ازاي. دي القطعه اللي بهدلت المطبخ وخلتني غسلته كله. ودي القطعه اللي كانت شكل الممبار. ودي القطعه اللي قبلها اللي هي الاولى، اللي كانت برضو شكل الممبار كده واتنضفت بسرعه. دول اللي اغروني يعني. المهم ان انا بعد ما غسلتهم بالطحينه زي ما انتم شايفين كده، هشطفهم بقى كام مره كده لحد ما انزل منهم اثر الطحينه كله، خليت ريحتهم فله. الطحينه بتقضي على اي ريحه، اي ريحه كريهه، اي ريحه زفره، بتقضي على كل حاجه. انا برضه فرحانه بالقطعه اللي حماتي نضفتها دي، والله ما كنت متوقعه ان هي تدخل فيها كده. انا قلت خلاص هي هتاخدها هتحاول فيها ومش هتنفع فهترميها. ما شاء الله لقيتها مطلعاها لي، شايفين عامله ازاي، فله فله فله، فعلا ابيضت جدا. انا ما كنتش متخيله ان هي توصل للمرحله دي من النظافه. شايفين هقربها لكم، مش متخيله والله. ربنا اه. يديها الصحه يا رب ويخليها ليا. خليتها لي فله ايه. جدا. برافو، المهم بقى بعد ما برافو. خلصت كل التنظيف والحاجات دي، قمت شطفاها نقعها في الليمون، وبعد كده بقى خلاص بقت جاهزه معايا على طول. اتمنى ان شاء الله ان انتوا تكونوا استفدتوا من اخطائي، واستفدتوا من الحاجات اللي انا عملتها. ولو تقدروا تشتروها جاهزه وما تنضفوهاش يبقى كتر خيركم، ولو عايزين تخوضوا التجربه زي كده يبقى ربنا يعينكم. يلا يلا سيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم.